خوت السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي صحه جيده. كما كتعرفوا مالف كنشارك معكم فيديوهات مره، واليوم بغيت نشارك معكم هذا المطبخ هذا. كما كتشوفوا الرخام عندنا فوق الخشب، والنوع الجرانيت عندنا الجالاكسي اللي هو الثمن ديالو شويه، الثمن ديالو قاصح، الله يكون في العوان الجميع، ولكن الانسان يدير حاجه زوينه. كما كتشوفوا عندنا الليفي ديال الكوزينات لغسيل المواعن. هاد المره هذه غنديروا طريقه شويه مختلفه، كل الناس كامل كيعرفوها وكل شنو كيبغي. هاد المره قررنا نديروها تحت الرخام على حساب مول الدار، كل شنو كيبغي. حنا عند رغبات الكليان. كما كتشوفوا اول حاجه بلاصينا الجفنه ديالنا تحت الرخام. كنجوستيو الرخام، ما كنديرو لا كولا لا والو باش ما كنطيحوش في شي خطا. يعني كنجوستي الرخام ديالي كامل. كما كتشوفوا هنا الرخام رانا جشوم فيني، يعني فينيتو نضيتو لصقتو الدوبل شونفر. كنجوستي الميزان ديالي هذه كما شفتوا الطبله الاولى، غنجيب الطبله الثانيه عاوتاني حتى هي كما كتشوفوا غنجوستيها كذلك. غادي ناخذ الميزان ديالي باش ما نتقولبش في شي خطا اللي هو كارثي، وبزاف ديال الناس كيطيحوا في هذا المشكل. كيكون المعلم الله يهدي الجميع كيكون بعض المره كيخدم بلا تركيز، عقلو غير مع الوقت، عقلو غير مع الزربه، والله يكون في العوان كله شنو مبرزطو. من بعد ما جوزتي الرخام ديالي فوق الخشب قاديته بالميزان وداك الشيء، كما كتعرفوا هنا خلطت الكولا ديالي اللي هو السونطافير راه حاجه مزيانه وحاجه زوينه. النوع ديال السونطافير هو رابيد، الطاس ديالو زرق، الثمن ديالو راه كيدير 30 درهم، بعض المرات كيوصل حتى ل 33 درهم. يعني لا داعي لذكر الثمن، انما هو بغيت نوضح لكم بعض الامور باش الانسان ما يبقاش مبرزط. هنا درنا السونطافير الرخامه الاولى، كنديروا السونطافير الرخامه الثانيه. والسونطافير ما كنديروش كل تخليطه بوحدها، لحقاش الا خلطنا التخليطه الاولى ودرنا التخليطه الثانيه ما كنجيو فين نحطوا الثانيه كنلقاو الاولى يبست. ولذلك كنديروا تخليطه وحده ديال الرخامات بجوج كما كتشوفوا. من بعد كنركب بهم بجوج، حتى الا كان شي خلل في الميزان ولا شي حاجه كنقاد البلايك بجوج، كنجوستي هذه نهبط هذه نقاد هذه. من بعد ما حطينا الرخامات ديال البوطاجي كندوزو الزليج ديال الحيط اللي هو الكومباكتو ولا الله اعلم كله شنو كيسميه، متر 20 على 60. هنا مول الدار كنبغي يدير الزليج بيض، وعطيته واحد النصيحه واستشرت معاه في الراي. راه الراي ديال المعلم مهم 50%، والراي ديال مول الدار مهم 50%. هو كنبغي يدير الزليج بيض، قلت له لا دير الزليج كحل. وانتوما شاركوني في التعليق ديالكم، هاد الزليج كحل من الاختيار ديالي انا ومول الدار حتى هو عجبو الحال. وانتوما قولوا لي واش كان الزليج البيض غيطلع احسن من هاد الزليج الكحل. هنا الزليجات هادو يعني الزلايج يكملوا سالا، يعني لا داعي نبقاو عاد نعيطوا للمعلم ولا هادي. قلت لمول الدار صافي نركب لك هاد الزليجات، يعني بحال كنركب رخامات في نفس الوقت. كما كتشوفوا تبارك الله الزليج كيفاش جا في البريو ديالو، جا زوين، عطا واحد اللمعان. وهنايا راه الكولا باش كيركب هاد الزليج هذا باش ما كينشفش دغيا. علاش اختارينا الكولا على السيما؟ الكولا ما كتنشفش دغيا، يعني واحد المده. راه المعلمين غيكونوا عارفين هاد الشيء هذا، وكاين بعض المالين ديور راه عارفين هاد الشيء هذا. باش الا ركبت هذيك الزليجه الاولى وركبت الزليجه الثانيه كان شي خلل في الميزان ولا في الجوستاج، ممكن نرجع للزليجه الاولى نقادها على الثانيه باش كيجيو مواتين بزوج، باش كيجي داك الجوان باش كيجي زوين ما شاء الله. كما كتعرفوا هنا الزليجات ديال الحيط انا غادي معاهم، ما عنديش زليج بزاف، عندي تقريبا جوج زليجات وزليجه مفصله، يعني تقريبا نقول 4 البياسات. كما كتعرفوا درت ليها التقبه ديال البريز. كما كتشوفوا كنديروا الكولا، كنقادوا الامور ديالنا في خاطرنا. كما كتعرفوا راه انا اللي كنهضر في الفيديو، راه هو اللي كنركب بيدي، وانا هو مول هاد لاشين هادي ديال تركيب الرخام باحترافيه. وبزاف ديال الناس كيعيطوا لي كيسولوني تقول لي واش انت هو مول لا مرحبا بك لالا مرحبا بك سيدي، خصوصا الا كنتي في قنيطره مرحبا بكم، ما فيكمش الخواض وما فيكمش الدغل. يعني
كان وقع لي واحد المشكل مع واحد السيد مؤخرا، دربني تماما هنا في كازا، وفي الاخر حوابيه، خسرت ترونسبور، خسرت النهار. الله يهدي ما خلق الناس كازا، واش كلكم كديروا بحال هكا؟ من بعد ما ركبت الزليج ديالنا كما كتشوفوا تبارك الله، ركبنا الزليجه هذه، راه الزليجه مع الدوره، يعني كما كتشوفوا راه هنا بعض المرات الكاميرا ما كتشدش مزيان لحقاش كيكون الزليج بريو فيه المرايه، كيعكس الصوره، ما تيبقاش يشد لك تيولي يشد لك لداخل ديالو البريو. يعني دزنا لهاد جوج بياسات ديال السرجم، يعني حنا في نهايه العمل كما كتشوفوا تبارك الله. بالنسبه للرخام راه كما شفتوا جالاكسي جرانيت، راه اللي الثمن ديالو راه شويه منخفض في السوق، راه ولا داير 1000 درهم السلعه. وكما كتشوفوا هنايا راه كله باش كيركب، كاين اللي كيركبوا ب 1200 درهم، كاين اللي كيركبوا ب 1250، كاين اللي كيركبوا ب 1300، كاين اللي كيركبوا ب 1350، وكاين اللي كيركبوا حتى ب 1400، وكاين حتى اللي كيركبوا حتى ب 1500. راه هنا خاصكم تعرفوا واحد القضيه، راه من تيكون الثمن بحال هكا طالع شويه، راه كيكون حاسب لك الدوب النيف اولا الحفير ديال الجفنه اولا الحفير ديال الفورنو، كيكونوا مدخلهم لك كاملا في المتر كاري، عوض ما يحسب لك المتر لينير هو كيحسب لك كلشي متر كاري، ويعني كيتجنب شي حوايج بزاف. المهم حنا لحقنا للنهايه ديال الفيديو، كما كتشوفوا تبارك الله المطبخ هو هذا، كما كتشوفوا العود تبارك الله الام تي اف هذاك الشيء تبارك الله غزال. من بعد ما كملنا البلومبي لصق الروبيني ديالو، يعني الفينيسيون اللهم بارك، خدمه نقيه، خدمه متقونه. الاخوان بغيت نذكركم راه الرخايميه ماشي هما الزلاجيه، راه بعض المرات كنمشيو للديور كنبغيو نعبروا شي كوزينه تيقول لك الزلاجي طلب ليا غير القد والقد، هذاك الزلاجي كيبقى زلاجي والرخايمي كيبقى رخايمي. واش غنقول لكم، هادشي اللي كاين الاخوان. اللي عجبو الفيديو يدير ابوني ويبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالو، مع الناس اللي عندهم الغرض بالرخام. كما كتشوفوا تبارك الله هادشي غزال ما شاء الله. رقم الهاتف اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا عبر الواتساب 06 64 40 01 06. صيفط غير اوديو في الواتساب ولا ميساج ونجاوبك مرحبا بك، يعني لا داعي للاتصال ولا شي حاجه. يلا اخوان، ساعتكم سعيده، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، واللي عنده شي دين الله يسدو عليه، واللي عنده شي مرض الله يشافيه، واللي عنده شي وليدات الله يحفظهم له، واللي عنده شي صحيحه ديالو الله يخليها له. أعنكم الله ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. تبارك الله ما شاء الله.